السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم النهاردة فيديو جديد ووصفة جديدة، وهنعمل مع بعض النهاردة كيكة السميد. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة وبمكونات متوفرة في كل بيت. مش مكلفة خالص وطلعة هشة وجميلة جدا، هتعجبكم قوي وهتعجب الأطفال كمان. ويلا بينا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. اول حاجه كده يا حبايبي، معايا بيضتين بدرجه حراره الغرفه، وكمان معلقه صغيره من الفانيليا البودر او الفانيليا السائله اللي متوفر عندك. عندي كوبايه الا ربع من السكر، وهخلط المكونات دي كلها ببعض كويس جدا باي مضرب يدوي، مش مشكله خالص. مش لازم تستخدمي خلاط كهربائي او مضرب كهربائي، ممكن بالمضرب اليدوي. الوصفه النهارده سهله وبسيطه فعلا. بعد ما ندوب السكر بشكل كويس، هنزل بكوبايه الا ربع من اللبن، وعندي كمان نص كوباية من الزيت، ويفضل يكون زيت نباتي، ما يكونش ليه اي ريحة خالص، يعني زيت ذرة او زيت عباد شمس. خلاص، عندي كوباية الا ربع من الدقيق، ورشة ملح، وكمان نص كوباية من السميد او دقيق سيمولينا. عندي كمان معلقة كبيرة هرمية من البيكنج باودر. وهخلط المكونات كويس جدا زي ما انتوا شايفين، وبكده تكون الكيكة بتاعتي او خليط الكيكه بتاعي بيكون جاهز معايا. سهله جدا وبسيطه. بنكون محضرين الصينيه بتاعتنا ودهنينها اي ماده دهنيه، وبنبتدي ان احنا نصب الخليط بتاعنا في الصينيه زي ما انتوا شايفين. خلاص، بعد كده بندخله الفرن ساخن مسبقا على درجه حراره 180 لمده 35 دقيقه او ممكن اكتر. بس اهم حاجه ان احنا ما نفتحش الفرن خالص قبل 35 دقيقه. خلاص، يعني بنبتدي نفتح الفرن بعد 35 دقيقه، وبنشيك على الكيكه بتاعتنا. لو محتاجه وقت اطول بنسيبها 5 دقايق. واول ما الكيكه بتاعتنا بتطلع من الفرن وهي سخنه كده، بنبتدي ان احنا نصب عليها الشربات ده عباره عن كوبايه من الميه، عليهم 3 ارباع كوبايه من السكر، وعصير نص ليمونه على نار متوسطه. خلاص، واول ما يبتدوا بالغليان بنستنى حوالي 3 دقايق وبنطفي عليه على طول. اهم حاجه يكون الشربات خفيف مش تقيل. واول ما نتاكد انها اتشربت بشكل كويس جدا، بنبتدي بقى ان احنا نفتح الصينيه ونزينها باي حاجه متوفره عندك. انا هنا استخدمت جوز الهند المبشور، تقدري تزينيها باي حاجه متوفره عندك، اي حاجه بتفضليها، مفيش اي مشكله خالص. بجد طلعت خطيره جدا، والاهم من كل ده ان هي سريعه ومش مكلفه، وكمان طعمها حلو وهشه كده من جوه، لذيذه قوي. جربيها بجد هتعجبك جدا. وبس كده، الفيديو النهارده معانا خلص. اشوفكم في فيديو جديد وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.